حبايب قلبي، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير كلكم. فيديو جديد النهارده بقى وروتين جديد ان شاء الله هيشجعكم، هيخليكم كده بصوا تقوموا تشقلبوا الدولاب من مكانه. الناس اللي كسلانه ومش قادرين يقوموا يرصوا الشتوي ويطلعوا اصلا الشتوي من مكانه، اتفرجوا على الفيديو ده للاخر وما تنسوش الاشتراك وتحطوا لي لايك كده وتكتبوا لي كومنت حلو كده زيكم. كمان هعمل معاكم الغدا، يعني على السريع كده، مش هطول ان شاء الله في الفيديو. وكمان هقول لكم انا كنت يعني مرتبة لليوم ده ازاي وناوية ان انا اعمل ايه وايه، بس سبحان الله يعني مهما بنرتب وبنبقى مخططين لحاجات بيحصل حاجة تانية خالص، فبصوا بتشقلب اليوم كده وتغيره. هقول لكم بقى انا كان نيتي فيها ايه وكنت ناوية اعمل ايه اليوم ده. بصوا يا بنات، انا كان بقالي فترة مطلعة الهدوم الشتوي من ايام تنظيفات الشتا لما كنت بمسح تحت السراير وكده، فكنت بنضف وتمام فرشت فرش الشتا وكله، وطلعت الشنط اللي فيها الهدوم من الصحارات بعد ما مسحت وفرشت، فكنت ركناهم على جنب كده في اوضه الاطفال، كده كده ما حدش بيدخلها يعني، فما كانوش مضايقني في حاجه. وقلت كمان ايه بالمره ابقى اتسلى كده على الغسيل، انا بحب لما يعني اطلعه، مش ما بعرفش البسه وهو ريحته ركنه او ريحته تراب او كده، فاهميني؟ مع ان انا ببقى شايله مغسول يعني، بس برضو ومش بغسله بقى كمان بمسحوق وكده، لا، انا بغسله بس بدوني، يعني بديله زي شطفة كده في الغسالة على طول، يتعطر بس ويبقى ريحته حلوة، ولو في تراب يكون نزل منه. هنا بقى بصوا يا بنات، انا مطبقة غسيل قد ايه، شايفين اللي ورا ده كله، الصف الكبير اللي على الكنبة ده اللي انا قدرت اطبقه يعني الاول قبل ما ابدأ تصوير وكده، بس وقلت اكمل الباقي ده معاكم. يعني عايزه اقول لكم تعبت جدا، بس الحمد لله يعني خلصت جزء كبير من الغسيل، غسلته كله. ايه يا زين؟ بس يا زين، سامعين زين؟ هقول لكم كمان ايه اللي حصل له. ادعوا له بس كده ايه يخف بسرعة، عشان هو كان بيعيط كتير الايام اللي فاتت. بصوا يا بنات، هنا كده انا كنت بطبق الهدوم بتاعتي وهدوم البيت، يعني هدومي وهدوم بتاعت كنزي، وكان لسه بقى يعني هدوم زين عشان انا لسه ما جبتش برضو حاجات شتوي جديدة. فانتوا عارفين بقى الاطفال في السن ده يعني بصوا كل شهرين ثلاثة كده بيبقوا عايزين مقاس جديد، بيكبروا بسرعة في الوقت ده. المهم انا هنا كده كنت بطبق ترنجات بتاعتي والدفايات والجلابيات والحاجات دي، وعايزه اقول لكم بصوا جبل غسيل، يعني انا بقالي 3 ايام بغسل فيهم وانشر، وعلى حظي بقى جت اليومين اللي هم بتوع المطره دول، فالغسيل ما كانش راضي ينشف، فعشان كده طولوا شويه معايا، خدوا 3 ايام. هي مش دي كل الهدوم اللي قدامكم دي، لا، ده لبس البيت بس وشويه منه كمان. هوريكم بقى، بصوا انا بطبق هنا عادي التطبيقه الحلوه دي اللي هي زي بتاعه زي تطبيقه المحلات كده، او لما بنشتري حاجه جديده. فبصوا اهو ده اللي انا طبقته كده معاكم، والشويه اللي ورا دول، وهوريكم بقى لسه فاضل لي قد ايه. بصوا شايفين؟ ده اللي في الاوضه ده كنت بغسل واحط على السرير هنا، واللي في الشنط السفر ده دي الهدوم الصيفي بقى اللي انا شلتها، انا فضيت الدولاب خالص، بحب اعمل الحركه دي على طول، بخلص الصيفي غسيل وكله واشيل في الشنط، وبفضل اغسل لحد ما اشيل اخر قطعه صيفي في الشنط، في الاخر خالص بفتح السرير بقى واحط كل ده. بصوا شايفين الدولاب هنا فاضي ازاي؟ دخلت بقى هنا على الدولاب على طول، وكنت قبل ما ابدا بقى في تنظيفه كده اصلا نزلت اشتريت المشمع ده. مرضتش اجيب بقى مفارش غاليه او كده، لا، انا بحب كل شويه اغير، فالرول اللي هو بتاع اللي هو اسمه ايه، المفارش اللي هي بتاعت العرايس دي، سعره بقى غالي جدا، فانا قلت لا مش هجيبه يعني، بقى معدي ال500 و600، وكده كده انا بحب اغير كل شويه. فجبت بقى اللي هو المشمع ده كان المتر منه كان ب20 جنيه. بصوا بقى هنا شايفين، دخلت كل الهدوم، انا اصلا كنت بطبقها بره في الصاله وانا قاعده عشان كانوا نايمين، فقلت استغل بقى الوقت ده وانا قاعده كده، مش هستنى بقى لما يصحوا كده وادخل اطبق يعني في الاوضه وكده. طبقتهم بره كده واتسليت فيهم وركنتهم على جنب زي ما انتوا شفتوا على الكنبه، ولما صحيوا بقى دخلت على الدولاب. بصوا يا بنات، لمعت بقى الارفف، كنت يعني مظبطه الدولاب على ان انا بصوا اشيل احط على طول. مسحت التراب اول حاجه، وبعد كده جبت البليدج بتاع الخشب ده، هو مش بليدج، هو اسمه مورال، ورحت ملمعه بقى الخشب والمفارش برضو دي في نفس اليوم اللي اشتريتها فيه،
احسن حاجة ان انت تقصي بيها المفارش عشان تطلع مظبوطة. اخلعي بس رف من مكانه وقصي عليه. بعد كده ايه، هتطبقي بقى الباقي وتقصقصي على طول، هيطلع كله مظبوط. بس انتي فكي الرف الخشب نفسه وقصي عليه الباقي بقى كله. هنا بقى يا بنات بدأت اول حاجة بالرف بتاعي. وكمان قبل ما ابدأ اصلا في تنظيف ورص وكده كنت مظبطة الضرفة التانية اللي هي بتاعت كريم، عشان شغله بقى وكده. انتوا عارفين يعني هو كل يوم بينزل شغل، فبيبقى محتاج ان هدومه تبقى موجودة يعني ومتظبطة وكده. فبدأت اول حاجة بالضرفة بتاعته بس ما صورتهاش معاكم. بصوا بقى هنا انا محتارة عمالة ايه ارص الحاجة، ناحية دفايات والناحية التانية ترنجات او جلبيات او كده. وبعدين بلاقي ان التقيل قوي كان قدام، فرحت رجعتهم ورا. كان في كمان سلوبيتا كده دي تقيلة قوي، بصوا عايزة اقول لكم بتحرر كده الجسم قوي. فرجعتها ورا خالص، بعدين شلتها من الضرفة اصلا. انا ما بلبسهاش الا في شهر 1 او 12، فاهمين، في الايام اللي هي بتبقى برد قوي بقى. بس المهم ظبطت كده ايه، يعني من بره اللي انا بحب البسهم اكتر وبيريحوني يعني، واللي ورا خالص بقى التقيل والجلابيات وكده. خلصت الرف في ثواني. عايزه اقول لكم اما ترتبي كده افكارك وتنضفي بنظام، بصي هتنجزي على طول، هتلاقي الدنيا سهله معاكي. بصوا شايفين، كنت ماشيه كده بخطوات الحمد لله ريحتني قوي. طبقت الغسيل الاول، بعدين كنت منضفه الدولاب من من التراب ومقصقصه المفارش كده يعني، فاهمين. ما تشتغليش كده عشوائي عشان هتتعبي. وكمان عايزه اقول لكم كنت مقسمه الهدوم، عارفين انتوا، يعني زي بقجه بقجه كده، اكيد انتوا عارفين يعني. هدوم كنزي لوحدها وهدومي لوحدها. وكنت بطبق عشان الحاجه تبقى جنب بعض، ما لاقيش مثلا بنطلون حاجه مع بلوزه حاجه تانية، لا. ظبطت الدنيا كلها قبل ما ابدا في كل ده. بصوا هنا بقى الرف ده، ده بتاع زين يا عيني. غلبان لسه ما عندوش لبس. انتوا عارفين بقى كل شويه السن ده زي ما قلت لكم بيبقى محتاج لبس. انا كنت عايزه اقول لكم كل 3 شهور بجيب له حاجه مختلفه مقاس صغير، بالذات بقى السلوبيتات والحاجات اللي هي الداخليه دي. فانا في الشتا ده هو لسه كده منزلتش اجيب له، جبت له بس عارفين انتوا الهدوم الداخليه اللي هي لقيت الكلسون ده مقاسه اللي هو الرجالي، فلقيت مقاسه فعجبني قوي فجبت له منه 3. لسه بقى اما انزل اجيب له الترنجات نزوله كده مخصوص يعني ليه. بس كده هو شفتوا في ضرفته فاضيه ازاي. ان شاء الله لما انزل واجيب الحاجه دي هبقى اصورها لكم برضو. هنا بقى ده كان اخر رف بتاع الملايات، بحطها فوق خالص كده بعيد عن ايده، عشان هو دلوقتي بقى يفتح الدولاب ويشد بقى، وبصوا بيبهدل لي الدنيا. حطيت كده الفوط هنا على جنب. وعايزه اقول لكم انا عندي فوط كتير قوي، عندي لسه جديد يعني ما استعملتوش من ساعه، من ايام جوازي يعني 8 سنين اهو. بصوا بقى الملاية هنا، شايفين انا ربطها ايه، شايفين مطبقاها تطبيقة حلوة قوي عجباني، عاملة زي البونبونيه كده مفيش حتة خارجة منها. وليها حتة كده اللي فوق دي كيس المخدة عملته زي كأنه جيب كده. لو انتوا عايزين تشوفوا هبقى اعملها لكم فيديو تاني. هنا بقى دي بقية الملايات قلت انا هعملها مع نفسي. انا بس اديتكم الفكرة كده وايه، حبيت اوريكم التنظيم يعني. شايفين، هنا كنت بجرب كده بشوف الجرار هيقفل ولا الهدوم خارجة لبره قوي. دي الضرفة اللي انا بقول لكم عليها هي بتاعت كريم، كنت عاملاها اول حاجة. هو لسه يعني بيحب يخلي هدومه الصيفي في الدولاب عشان هو لبسه قمصان وكده. ف بسيبهم له زي ما هما، وبعلق له بقى الجواكت والحاجات التانية دي في الاخر بقى خالص لما الدنيا بتسقع قوي بقى وكده. بصوا شايفين، طبقت كله وحطيت المفارش وخليت الدنيا فله. عايزه اقول لكم بقى انا بص كنت مرتبه لايه، كنت مرتبه ان انا هوريكم التنظيفه دي بتاعه الدولاب والرص بتاع الهدوم وكده. بس يعني وكنت عايزه افرش كمان اللحاف بقى وامسح الاوضه واوريكم بقى كله. بس يعني حصل حاجه كده هقول لكم عليها دلوقتي. المهم بس هنا عشان ما ننساش هقول لكم انا عملت ايه. هنا كنت جايبه سمك، عملت يعني قلت اختار اسهل اكله اليوم ده واعملها. وهنا الخلطه بتاعه السمك العاديه اللي انتوا عارفينها، توم وعليه ليمون وكمون وكزبرة ناشفة، وايه كمان بس، والملح بتاعه وخلاص كده. كنت غسلاه وبحشيه. وورا هنا كنت غسلة جرجير
وعملت برضو سلطة بلدي كده، وخليت كمان شوية من التتبيلة بتاعت السمك دي لل... للسلطة. هبقى احط، بس زودت عليها بقى خل، ما بحطش خل على السمك، بس زودت شوية في الطبق وحطيته على السلطة بس. وعملت الرز بتاع السمك اللي هو الصيادية ده وخلاص. بصوا بقى يا بنات، عايزة اقول لكم انا كنت ناوية ان انا افرش اللحاف وكده وامسح الارض بقى وخلاص بقى ايه، ادفي الاوضة بقى خلاص، هي كده تمام. زين وقعت شنكل من مخدة بتاعت الانتريه كانت محطوطة في الارض، فتشنكل فيها اتخبط على سن الترابيزة. عايزة اقول لكم، بصوا سنته طارت، سنته اتخلعت من جدرها، والله العظيم انا مش مصدقة. يعني انا بقول اكتر دكتور محترف بصوا ما ينفع، مش هيعرف يطلعها من مكانها بالطريقة دي وتطلع سليمة معاه كده. انا مش عارفة ازاي وقع واتخبط الخبطة دي والسنة طارت وسليمة بحالها زي ما هي بطولها، والله العظيم. فالمهم يعني ده اللي خلاني بقى ان انا ما قدرتش افرش وكده. نزلت طبعا بقه كان غرقان دم وعياط بقى، فروحت بيه عند دكتور واتنين وتلاتة، والله رحت عند 3 دكاترة. اول دكتور قال لي كويس ان انت حطيتيها في لبن. انا اول ما رحت في بنت اللي شغاله هناك قالت لي روحي بسرعه حطيها في لبن، تمام. فالمهم يعني سمعت كلامها وكده، قالت لي عشان لو ينفع ان السنه دي تتركب تاني، وحرام ان دي سنه لبنيه، ويعني حرام ايه يخسرها من دلوقتي، هو لسه صغير خلاص. فسمعت كلامها يعني، وقالت لي ساعه بس عبال ما الدكتور يجي. المهم جيت البيت، حطيت السنه بتاعته في كوبايه لبن. بعد الساعه ما عدت رحت للدكتور، فكان جه قال لي انا مش بشتغل سن اللي هو 1.5 سنة ده، لسه بيبي ومش هعرف اشتغل معاه، وكمان هيحتاج حاجة اسمها واير، فالواير ده مش عندي فمش هعرف اركبها. وليلة بقى كبيرة كده فاهمني، وبعد الواير ده هيحتاج ان هو يعمل حاجة اسمها حشو عصب. فبصوا كان يوم صعب قوي يعني، كان نفسي اكمل والله الأوضة، بس ده اللي حصل. المهم رحت للدكتور والتاني نفس الكلام، محدش عارف يمسكه ولا مش عارفين يتحكموا فيه. وكان ينفع ان هو يركبها تاني، بس هو يعني كان هيحتاج بنج كلي. فانا خفت عليه طبعا عشان هو حرام يعني لسه صغير وكده. فيعني الدكتور قال لي هو كل الدكاترة ثابتين على كلمة واحدة، ان دي سنة لبنية وهو خسرها بدري. فبس ربنا يعوضه بقى، والحمد لله يعني ان هو ما حصلوش حاجة او احتاج خياطة في اللثة بتاعته او كده. بس فادعوا له بقى ايه سنانه تطلع بسرعة عشان هو صعبان عليا قوي. بس يا بنات، فده اللي خلاني مفرش بقى الأوضة معاكم وهوريكم الشكل الأخير يعني. بس الحمد لله يعني. المهم يا بنات، هنا أنا كنت خلاص بقى حمرت السمك، وهنا عملت السلطة البلدي دي، عملتها بس كده بجرجير وطماطم، وحطيت عليها التتبيلة بتاعت السمك. وخلاص على كده كده كان اليوم خلص. وكمان كنت عملت الرز وخلاص. بصوا شايفين، انا بس جبت واحدة كده معاكم وانا بحمرها عشان يعني مطولش عليكم الفيديو كده. لو وصلتوا بقى لحد هنا حطوا لايك، ماشي، ما تنسوش بقى. آه بس يا بنات، وده كان شكل الاكل. بصوا عايزه اقول لكم كان تحفه. غرفت بقى وطلعت الحاجات اللي هي بتاعت النيش دي، طقم السمك ده بس كده، ودلعتهم اليوم ده. بس كده يا بنات، يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه وتشجعتوا كده. قوموا بقى يلا خلصوا الدولاب وبطلوا كسل يا كسلانين. خلاص، يلا استنوا بقى الفيديوهات اللي جايه باذن الله تعجبكم. ويلا حبايب قلبي، مع الف سلامه.